وبما ان في ناس كتير بعتت تقول لي ان هي عايزه تعرف استخدام النياسيناميد ازاي وهو بيعمل ايه في البشره وهل بيضيع المسام ولا لا. هو فعلا اكتر حاجه بتضيع المسام الصغيره البشره اللي بتضايقنا وبتضايق شكلها. انا بستخدمه من زمان الصراحه، مش من دلوقتي، وعارفه ان هو في اوقات ناس بتستخدمه فبيطلع لها حبوب. لازم يكون الاستخدام بحرص شديد وبحذر. بس صراحه انا لما استخدمت ديرماتنت استخدمته تقريبا 4 مرات من يوم ما جبته. حلو، مش بيحرق البشره خالص، ريحته حلوه يعني بالنسبه للسيرمز النايسيناميد اللي انا جربتها، وبصراحه تحفه. سعر مقابل كواليتي خطيره. تاني حاجه بتصغر المسام، ايوه مع الاستمرار عليه بيصغر المسام. تاني حاجه بيعالج اثار الحبوب الحمراء، بيعالج بينظم افراز الدهون في البشره. فبصراحه حلو قوي، بس زي ما قلت لكم لازم نتعامل معاه بحذر ونشوفي انت هتدخليه في روتينك ازاي. هسيب لكم البرومو كود بتاعي لو عايزين تستخدموه، وكمان هقول لكم العروض. هم عاملين اي 3 سيرم عليهم اي 3 سيرم ب 680 بدل 960، وكمان معاهم جفت. وبس كده.